بابوف بابوف مفتوحوف، يا رب توفيقوف فانوسوف سحروف. فخمتك يا عفريت. خادم الفانوس السحري أفركوش ابن بارتاكوش من الجن الأخضر. أهلا وسهلا. الجن الأخضر. طيب الحكاية صحيحة، بس ما تقلعها، ما تخوفنيش. أنا مش خايف، هيغمى علي. أنا مش خايف، مش خايف. شبيك لبيك تطلب ايه؟ عاوز مجلس الإدارة يرجعني مدير، ويرجع مصطفى الملعون فراش زي ما كان. أرجوك. أمرك مطاع يا مرسي. العفريت قفل الباب. السيد رئيس مجلس الإدارة، حيث أني لا أثق في كفاءة مصطفى عبد الحفيظ كمدير للشركة، أرجو أن تعينوا بدلا منه الأستاذ مرسي عبد السلام الغندور مديرا، وتأمروا بإعادة مصطفى عبد الحفيظ إلى وظيفته الأولى كفراش، وإلا سأضطر لطرح الأسهم في البورصة بأقل من الثمن المعروض. الإمضاء عفركوش ابن برتكوش. أنا برضو كنت بقول ده راجل عظيم، عفركوش ابن بطركوش، راجل بيفهم. مفيش حل غير كده. أنا موافق، وأنتم؟ موافقون. موافقون؟ منافقون. المهم دلوقتي الدنيا أقبلت وتفتحت وازدهرت. مت غيظا يا فراشي. انت قاعد كده ليه يا لوح؟ اخلص يا قليل الادب. وشك وشك وشك. وش مين يا واد؟ هات له وشك انت، ده انا لازم اربيك. مخصوم منك 15 يوم. مخصوم منك شهر. انت جننت يا ولد. انت عارف بتكلم مين؟ ده انا المدير. انت المدير يا حقير. بص لنفسك شوف لابس ايه. يا نهار اسود، مين اللي حطني في الهدوم ده؟ انا هجيب لك عفركوش. عفركوش ايه؟ عفركوش طرطة. هو مين يا واد اللي طرد؟ انا هجيبه لك هنا عشان يمسح بيك البركان. مسكين مخبول. فراشي مخبول، مش عارف ان الدنيا يوم لك ويوم عليك. يا فراشي اذهب الى جهنم.
الفانوس راح 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 الفانوس راح. الفانوس راح مني فين؟ راح الفانوس اتسرق. انسرق انحرق، انت رجعت لاصلك. يو ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. هو وقع بعقل، ده وقع على جذور رقبته. بلاش قلقله وصرصره، شوف شغلك يا هباء. ادي الدوسيهات دي للآنسة ناهد. يلا 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 امشي. الله، ايه ده انت لابس كده ليه يا حضرة المدير؟ لا مدير بقى ولا حزنون، البقية في حياتك. عفركوش رقعني مقلب. عفركوش مين؟ العفريت اللي طلع لي بالفانوس. مصطفى انت لسه عيان؟ انا لا عيان ولا حاجة ابدا، انا بقول لك الحقيقة وحياتك عندي. عدم المؤاخذة اذا كنت هقعد هنا، لاني خلاص خدت على قعدة المكاتب. انا يا ستي لقيت الفانوس السحري ودعكته، طلع لي منه عفريت اسمه عفركوش. هو اللي جاب لي الفلوس كلها اللي انت شفتيها، وهو اللي عيني مدير الشركة، بس معرفش ايه اللي زعله مني وخلاه يرجعني فراش تاني. مصطفى سيبك من الحكاية دي احسن بعدين يودوك مستشفى المجانين. يودوني مطرح ما يودوني، المهم ان انا الاقي الفانوس عشان احقق اخر امل واحلى امل. زي ايه مثلا؟ انا عرفت اخيرا ان مفيش غير حاجتين اتنين اتمنى ان ربنا يحققهم لي. هما ايه دول؟ اولا اتجوز المخلوقة الوحيدة اللي بتعطف عليا اللي هي انت، وتاني حاجة عاوز اتعين في وظيفة تليق بكرامتي وبكرامة شريكة حياتي. بس اجيب الفانوس السحري منين؟ تحقيق امالك مش محتاج لفانوس او سحر او معجزات، انما محتاج للشجاعة والكفاح وعدم اليأس. اعتمد على نفسك في الحياة وانت توصل للمركز اللي انت عايزه. ازاي بس؟ ازاي؟ انت انسان متعلم وعندك خبرة في الحياة، فكر في مشروع يفيد الشركة وقدمه لرئيس مجلس الإدارة. انت ممتازة جدا. انا عندي مشروع خطير هعمل عنه تقرير واقدمه على طول لمجلس الإدارة. برافو عليك، وانا هكون دايما جنبك يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. المشروع ده يستحق التقدير والعناية فعلا. انا ما كنتش متصور ابدا انك عندك معلومات وخبرة واسعة بالشكل ده. يا فندم دي حاجة بسيطة، ده انا لما بتنقح عليا العبقرية بطلع حاجات خطيرة جدا. انت فعلا عبقري. المشروع ده ممتاز جدا، ده هيزود ارباح الشركة 100%، وعلشان كده انا هديلك مركز مهم جدا في الشركة. الله يخليك يا استاذ مرسي، ازاي يا فندم يكون عندنا الكفاءة الممتازة ديت وما تخليش الشركة بتاعتنا تستفيد منها؟ كفاءة ممتازة؟ هو ده وش كفاءة يا فندم؟ طبعا، ده قدم لي مشروع مدهش، ده عنده تفكير سليم احسن منك مليون مرة. استريح يا استاذ مصطفى. متشكر. ايوه بس يعني مش اتفضل السيجارة. ولع لي. اولع لك؟ ولع له. ولع لي ارجوك. حتى الولاعة مش عايزة تولع. نزل السيجارة تحت. افضل احرق نفسي ولا اولع لك. تسمح يا فندم اقدم لك الميزانية السنوية؟ طيب روح انت دلوقتي. تسمح كمان اجازة نص ساعة بس عشان اودي المدام للدكتور؟ روح. عفركوش عفركوش عفركوش. شبيت بوجيت خدامك بين ايديك يا مرسي.
أرجوك يا عفركوش، مركزي في خطر. أرجوك خلي الفراش الغبي بتاعي اللي اسمه مصطفى يلبخ مع رئيس مجلس الإدارة ويقل أدبه عليه لحد ما يطرده. حمار حمار. طبعا مش أنا. هنية. الله يهنيك. وبالطريقة دي يا فندم هتزيد أرباح الشركة زيادة كبيرة جدا. فعلا دي آراء عظيمة جدا. الله يخليك. يعني عاجب سيادتك المشروع؟ بالتأكيد عاجبني. تبقى حمار. ها؟ حمار. حمار؟ بتقول ايه يا قليل الحياة يا مخ؟ انا كنت فاكر ان مخك نضيف، اتضح انك انت طر. اخرج بره. خلاص خارج. يعني انا خارج من الجنة يا خي. انت مرفوض من الشركة يا اخي تنيل على الشركة واللي فيها جاتك 60 نيلة. اخرج بره يا مغفل. بلا نيلة بلا زي الحمار قال المغفل. وتاس كمان. اخرج بره يا كلب. انا مش قادره افهم ازاي يا مصطفى تشتم رئيس مجلس الاداره. اهو ده اللي مجنني. بدل ما اقول للراجل متشكر قلت له انت حمار. ازاي بس كده يا اخي؟ معرفش، انا بتهيألي الجدع اللي اسمه مرسي ده سرق الفانوس بتاعي وطلع عفركوش عشان يعمل فيا المقلب السخيف ده. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ من بكره الصبح هروح على اوضته في قلب الشركه وادور على الفانوس واطلعه باي طريقه. طيب هتعمل ايه يا بطريق؟ لا ولا حاجه عوكل. انا بدور على الفانوس بتاعي. فانوس قدام ولا فانوس ورا؟ اعمل معروف بلاش تريقه. انا بيتهيألي الراجل المدير ده سرق الفانوس السحري بتاعي. هو معقول المدير يسرق حاجه ويجيبها هنا على المكتب؟ لازم يوديها على البيت. عندك حق. انا طالب منك خدمه يا عوكل. ممكن قوي. انت مش لسه بتعوم في بحر الغرام مع البت الخدامه بتاعته؟ وقربنا نوصل لبر الجواز يا ابو درويش. عظيم. اعمل معروف اسالها لي في التليفون اذا كان المدير جاب الفانوس في البيت ولا لا. خد نمرة الدو. الو عوكل، عايز ايه يا واد؟ فاكر ازيك يا فاكر؟ مشتاقين قوي يا جميل. فاكر انت لوحدك؟ مشتاقين قوي يا جميل. الفانوس يا جميل، الفانوس. طيب الو فاكر، حياة ابوكي المدير وهو داخل عندك ما كانش في يد فانوس صغير قد كده؟ فانوس صغير؟ شفته ده سيدي شايله في اوضه النوم. اسمعي، الفانوس ده بتاع مصطفى واحنا عاوزينه ضروري. ها خش اسرقه من اوضه النوم يا جميل. لا يا اخويا ما اقدرش، الست نايمه في الاوضه بعدين تظبطني. طيب. طيب. يخرب بيتك. طيب. مع السلامة يا جميل. الله يخليك. طيب مع السلامة يا جميل. حالت لك ايه؟ هتقول ان المدير عنديه الليلة حفلة وفيها معازيم كتير، واحنا نروح احنا التنين نخش الحفلة وفي الزحمة نسرق الفلوس ودننا ماشيين. قلت ايه؟ طيب قدامي معايا يا جميل. خش يا مصطفى. اهلا عوكل. قوليلي، نعم. حد يقدر يفقسنا واحنا لابسين كده؟ ابدا مفيش حد يعرفكم ابدا. يلا خد المزه والشرب على الحفله طيران، ولو شافكم المدير وقال لكم انتوا مين قولوا له احنا الاثنين السفرجيه اللي بعتنا جروبي. توكلنا على الله. كنت مسكاجينا هانجي. الحمد لله. كونجا. مسكاجينا هانجي. مين دول؟ دول الاثنين السفرجيه بلدياتك اللي بعتهم جروبي. مسكاجينا هانجي. كونجا. انت فاهم كلامهم؟
انا مش مغفل ابدا، دول مش بلدياتي، دول لازم يكونوا من فوق، من فوق خالص. انا مش مغفل.